مصطفى محمد لاعبا في نادي الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز؟ طبعا مهاجم مهم جدا وصفقه مهمه جدا جدا. اخطر مهاجم في مصر من وجهه نظري، المهاجم الوحيد لمنتخب مصر والمهاجم الوحيد اللي ثابت نفسه وموجود. طبعا مصطفى محمد لعيب كبير جدا وهيكون اضافه كبيره جدا. طبعا ما فيش عروض له، سمعنا ان في اخبار بتقول انه طبعا النادي الفرنسي مش ممانع انه يمشي. فمصطفى محمد يمكن جاله عرض في نادي تركي، لكن مصطفى محمد اذا عاد لمصر هل هيلعب للزمالك ولا هيلعب لبيراميدز ولا هيلعب للاهلي؟ سمعنا كلام انه رفض الاهلي، مع ان في الزمن ده انا بقول الجدعنه مش يعني ما عادتش موجوده. بس هل ده ممكن مصطفى محمد ده يشيلها لنادي الزمالك ويبقى زملكاوي جامد ويلعب ويفضل عرض نادي الزمالك عن عروض الاهلي وبيراميدز؟ بيقولوا ان الاهلي داخل جامد مع مصطفى محمد، لكن بيراميدز وسمعنا ان ممدوح عباس بيتكفل بالصفقه ايا كانت سعرها مفتوحه. يعني ممدوح عباس كما وعد ان صفقتين طبعا لنادي الزمالك منهم مصطفى محمد، وقال الليميت مفتوح، يعني المبلغ مفتوح، المهم مصطفى محمد يجي. فرايكم في عوده مصطفى محمد؟ انا واحد من الناس بقول هيضيف قوه كبيره جدا للنادي اللي هيلعب له. لعيب كبير، لعيب محطه كبيره جدا، لعيب تقدر تبني عليه، لعيب في الكرات العاليه، في التصويبات، في انه يبقى محطه ويستلم تحت ضغط الخصم، يقدر ينقل الفرقه، يقدر مع الاجنحه يشكل هجوم كاسح، واكيد هيتقل الكفه اللي بيلعب فيها. فهل مصطفى محمد هيلعب فين؟ في الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز؟